تشرب قهوة قبل التمرين؟ امم طب اشمعنى القهوة؟ تعال اقول لك. الحياة متعبة، ولكن أنا حاطف الباء ومكمل طريقي. اول حاجة ان القهوة بتعمل بلوك على مستقبلات اسمها الادينوزين. المستقبلات دي بتسبب الارهاق والتعب في الوضع العادي، وكمان بتعمل بطء في النواقل العصبية. تاني حاجة انها بتزود خروج الكالسيوم من الشبكة الاندوبلازمية داخل الخلية العضلية، وده بيحسن الانقباض العضلي. تالت حاجة بيعلي مستوى الاندروفين بيتا في الدم، وده بيديك شعور بالسعادة، وبيقلل استيعابك للألم في التمرين، وده طبعا بيخليك تشيل حمل أكتر. عرفت بقى أنت بتحتاج تشرب ليه كوباية قهوة قبل التمرين أو شوتين اسبريسو. بتلعب بسرعة في التمرين وما بيهمكش غير العدد والوزن. طب بالنسبة للتكنيك، تعال أقول لك على حاجة. الانقباض العضلي مقسوم لجزئين: كونسنتريك فيس وده اللي فيه بتقصر العضلة، واكسنتريك فيس وده فيه اللي بتطول العضلة. بالبلدي كده عندنا الحركة السلبية والإيجابية. ومن أهم الضغوطات الرئيسية للنمو العضلي الإكسنتريك فيس، وده المدى اللي بتطول فيه العضلة، أو بمعنى آخر الحركة السلبية. زي مثلا إحنا بنلعبه باي، ده انقباض وده انبساط، وده المدى اللي بتطول فيه العضلة، وده المدى اللي تنزل بيه ببطء. ده اللي بيحسن من أدائك وبيخلي النمو العضلي يبقى أحسن. وزي ما قلت لك، كل ما بنركز في التكنيك كل ما النمو العضلي معاك هيبقى أحسن، بخلاف الوزن والعدد. مش يبقى كل همك تجيب 10 عدات او حتى 15، واوعى تسمع كلام صاحبك وتسرع في التمرين او تكروت في العدد. وحاجه كمان يا شباب، الترتيب في الزوايا مش مهم قوي، بس لو عايز تاخد رايي مهم في بعض الحالات. هقول لك ليه. خلي التمارين الحره او المركبه اللي هي بتعتمد على الدمبل او البار في اول التمرين. هتقول لي ليه؟ لانك انت في اول التمرين بتبقى في احسن حالاتك وبيكون عندك اقصى باور، فبالتالي اما تستهلكه في التمارين الحره ده هيكون افضل ليك وهيديك احسن اداء. اما تمارين العزل او التمارين المعتمده على المكن خليها في الاخر، لان عامه معظمنا بيبقى في اداء المكن او في الاداء العزل بيبقى احسن بكتير من الاداء الحر. لذلك خلي تمرين العزل بعد تمرين الحر، وزي ما قلت لك عشان باورك في الاول بيبقى في احسن حالاته. اوعى تنسى تعمل لاخوك لايك وشير واشتراك للقناه، واستنونا في الحلقه الجايه. وسلام يا قلبي.